اهلا وسهلا بحضراتكم. والنهارده جاي اتكلم في موضوع كابتن احمد فتحي. تردد كده في الايام دي ان كابتن احمد فتحي عايز يعدل قراره وينهي حياته في الاهلي بنفس الشروط اللي الاهلي كان عارضها فيه. قبل ما اكمل الفيديو، اللي مش مشترك في القناه اتفضل اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. انا بقول لكابتن احمد فتحي ما ينفعش. انت بعت النادي الاهلي وبعت تيشيرت النادي الاهلي. النادي الاهلي مش ممكن يشتريك تاني، لان النادي الاهلي نادي المبادئ والقيم، ومش مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي في ايده القرار. ده في ناس قبل مجلس اداره النادي الاهلي ارست المبادئ والقيم دي في نفوس جمهور ولاعيبه النادي الاهلي من قبل المجلس ده ما يجي، والمجلس ده بيكمل نفس المبادئ ونفس الرواسخ اللي هي في الجمهور واللعيبه والاداريين. فانا بقول لك ما تتعبش نفسك، وبناشد الجمهور ان هو ما ينساقش ورا العواطف الكذابه. الناس دي احمد فتحي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، حسام عاشور، شريف اكرامي وغيرهم من اللعيبه ما يهمهمش الا مصلحه نفسهم. اوعى تفتكر ان هو عايز يرجع حبا في الاهلي، لا، ده حبا ان هو عايز ينهي مسيرته في النادي الاهلي وشاف اللي بيخرج بره بيحصل له ايه. وبعدين هنتمسك بيك ليه؟ النادي الاهلي هيتمسك بيك ليه؟ انت عندك 35 سنه وعلى المعاش، يعني خلاص لعيب، خلاص، ولا بتمرر تمريره صح، ولا بترفع كره عرضيه صح، ولا بتعرف تراوغ، ولا بتعرف تصنع اهداف. ولو عملت اشتراك مع المنافس لازم يبقى يا فاول يا بانذار، وممكن تجيب اهداف بنفسك. يعني انت مش ميسي ولا كريستيانو رونالدو عشان انت تهيج الجماهير على اداره النادي الاهلي وتحسسهم ان انت عايز ترجع النادي الاهلي. هيصلوا لك ويقولوا لك اتفضل ده انت هتشرف. لا، انا ضد اداره النادي الاهلي لو قبلت هذا المبدا وقبلت طلب احمد فتحي. وبناشد الجمهور ان هو ما يضغطش على النادي الاهلي ويعرف مصلحه النادي الاهلي. اولا هي المبادئ اللي ارساها قبل كده رؤساء النادي الاهلي في اللاعبين وفي الجمهور. المبادئ لا تتجزأ، دي اسس وقيم مبنيه من زمان والكل ماشي عليها. اتمنى من مجلس اداره النادي الاهلي انه يعالج الموضوع بكل حكمه، ولا ينظر للموضوع نهائيا. اللعيب اختار، باع النادي، باع التيشيرت، باع الجمهور، خلاص يبقى مكانه في المكان اللي هو اشتراه، مكانه في بيراميدز. لكن النادي الاهلي شكرا، مفيش عوده للنادي الاهلي احمد فتحي، والكلام ده على مسؤوليتي الشخصيه المتواضعه. ده داني ألفيش. داني ألفيش كان بيلعب باك رايت لنادي برشلونة. شايفين الراجل؟ ادي الباك رايت، ادي راجل بيشوط من اي حته في الملعب بتيجي جون. وفين؟ في مقتل، مش بيشوط وخلاص. ده الكرة وهي جايه وعارف هو رايح فين وبيسدد فين والكرة رايحه فين، ومن اي مكان في الملعب زي ما انت شايف حضرتك اهو في سقف الجون. كوره جايه له مرتده وهي على عيبها بياخدها على الطاير، بس مركونه ورايحه في اقصى الزاويه اليمين لحارس المرمى، يعني بعيد ان عليه ان هو يجيبها خالص. ده بالنسبه لمهاره الشوط. هتقول لي بتعرض الفيديو ده ليه؟ بقول لك بوريك الفرق بين ادي راجل باك وادي راجل باك تاني. ادي الامكانيات الهائله اللي عند الباك اللي ممكن الناس تتمسك بيه لما يكون بيشوط من اي مكان كده في الملعب ويكسبك ويجيب لك 3 نقاط. ناهيك بقى عن المراوغه والمهاره الفرديه اللي عند داني ألفيش اللي بيعدي من اي لعيب وبالمهاره دي وبالطريقه دي، ولا اجدع فرود. يعني للامانه لما تشوف باك بيقطع الكوره بالطريقه دي وبالحماس ده، وفي نفس الوقت عنده المهارات اللي هو يعدي من 1 ضد 1 والمهارات التهديفيه وبيستخلص الكوره هنا، بص، بدون اي فاول، تاكلينج بدون اي فاول. يبقى ده يتعمل معاه ايه يا جماعه؟ هو ده اللعيب، هو ده اللي انا بقول عليه. هل احمد فتحي بقى ولا غيره من عندنا هنا عنده امكانيات ان هو يشوط ويراوغ ويجيب اجوان ويمرر ويرفع كرات عرضيه متقنه ويتحمل؟ هو بص الباص، بص الجون، بص عامل جون ولا اروع، يتحول للعيب خط وسط في لحظه. داني ألفيش بص الكره العرضيه عارفه هي رايحه لمين وعلى راس مين وداخله ازاي يا جماعه. هل اقارن ده باحمد فتحي اللي الناس معتبراه اسطوره وهو كل اللي عنده شويه حماس، وداني ألفيش عنده نفس الحماس ونفس الجديه، بس فرق مهارات، فرق شوط، فرق مراوغه؟ شكرا.